ضيعتي نص عمرك وانتي بتشتري الزبادي من بره. النهارده هنعمله في البيت على نظافة ومنتهى التوفير، وهتعمليه طول شهر رمضان كله بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا بقى نشوف ايه اللي هنعمله. بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي بوكيتشن، واللي ما يعرفنيش انا اسمي هبة. بس قبل ما نبدأ اي فيديو زي ما تعودنا هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما شفتوا كده في أول الفيديو طريقة زبادي بطريقة سهلة ضيعنا عمرنا كله بنعملوه بنشتروه من بره. لأن النهارده هنعمله بطريقة تعجبكم. أول حاجة هنجيب كيلو لبن. طبعا هتكوني غالياه من قبليها بيوم. أو هتجيبيه وتغليه وتسيبيه لما يدفى، مجرد بس ما تقدري تحطي صبعك فيه، يعني يكون دافي، مش سخن قوي ولا بارد قوي. لو سخن قوي مش هينجح معانا، ولو بارد قوي برضو مش هينجح. هنجيب كده كبشة زي ما انتوا شايفين كده، انا دفيته على النار. هنجيب كبشة حلوة كده، نحط في كوباية كبشة لبن، وهنجيب علبة زبادي. هي اول مرة بس هنشتري علبة زبادي من بره. بعد كده اللي احنا الزبادي اللي هنعملوه هناخد منه واحدة. وهيبقى دي الخميرة بتاعتنا. ماشي. هنجيب كده بقولك زي ما قلت لكم كبشة زبادي، وهنبدأ نقلب الزبادي مع اللبن لغاية لما ايه يفك خالص. زي ما بصوا انتوا شايفين ازاي بقى الزبادي واللبن بقوا مع بعض، يعني دابوا مع بعض. هنعمل ايه؟ هنبدأ بقى نجيب اللبن اللي احنا دفيناه، كيلو اللبن بقيته اللي احنا دفيناه، هنحط عليه الخميرة اللي احنا عملناها، هننزلوها كلها وهنقلبوها حلو. وهنبدأ نحطه فين؟ هنبدأ نصبه او نحطه بقى في كوبايات، هتحطيه في فخار زي ما انا حطيته. هتحطيه في اطباق. شوفي بقى الحاجة اللي تريحك. بصوا زي ما انا نزلت كده اقعد اقلب فيه شويه كده تمام لغايه لما ادوب خالص الزبديه. وهبدا بقى اجيب الفخار، احط الفخار ده في صينيه. الصينيه دي ممكن احط فيها تلتها كده، يعني ميه سخنه. يعني تلت كده تحسي ان انتي الميه كده لمست تلت الفخار من بره. او ما تحطيش، لو مش هتحطي يبقى دفي الفرن زي ما انا دفيته كده، يا دوب 5 دقايق يدفى بس. وهبدأ ادخله الفرن بعد ما اطفي عليه يا بنات، مش وهو سخن. بصوا انا بصب كده الكمية، عملوا لي كام؟ عملوا لي 6 وحدات، 6 فخارات. تمام. في منهم واحدة انا هشيلها عشان اعمل تاني يوم الزبادي. يبقى كيلو اللبن عمل معايا 6. هنبدأ نغطيهم، يا اما عندنا تغطيهم بستريتش. ماشي. او بغطا، او بفوطة. بصوا انا عندي الاطباق دي انا غطيت بيهم كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اغطي برضو فوطة. بس انا مش هحط مية في الصينية، بس انت لو عايزة تحطي مية في الصينية حطي. لو مش هتحطي مية في الصينية سخنة، دفي الفرن بس زي ما انا دفيته. وهبدأ احطهم لمدة قد ايه؟ هحطهم لمدة 4 ساعات. بعد ال4 ساعات هوريكم بقى شكله ايه و... وهيوريكم تماسكه. بصوا يا بنات بعد ما قعد 4 ساعات، بصوا شايفين ما عملش ميه خالص. بصوا متماسك ازاي. وبصوا انا هقلبه هوريهولكوا دلوقتي. شايفين ما بيتحركش وما بينزلش وما بينزلش ميه؟ شايفين؟ بصوا يا بنات. كده الوصفه بتاعتكم هتبقى نجحت. بصوا كريمي وجميل ازاي، ولا بقى تشتري من بره ودلوقتي غالي؟ طبعا انت هتعمليه في البيت بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله هيعجبكم. وبعد كده هتدخليه التلاجة ان شاء الله. شوفوا فيديو جديد مع وصفات رمضانية تانية. كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم على خير يا بنات. باي باي، مع السلامة.